الخشبه جميع يعني جميع الانواع الفنيه اللي فيها او الثقافيه. فالصحفي دوره كبير، وانا احترم الصحافه واشكرهم لانهم منذ بدايه هذا العمل هما معنا، لدرجه انهم شاركوا معنا في الفيلم، يعني كاينين مثلوا معنا في الفيلم، وهذه اول مره كدار، وشاركوا منابر معنا. فانا كنشكرهم على الثقه ديالهم وعلى التعاون ديالهم مع سعيد النصير. انا كنت باغي نبدا بالابطال ديال الفيلم. الابطال ديال الفيلم لان الفيلم ما فيش بطل واحد وانما فيه ابطال لانهم كل ابطال، ولكن بغيت نعيط على الابطال الحقيقيين ديال الفيلم. الابطال الحقيقيين ديال الفيلم اللي شاركوا معنا في الفيلم، اللي هما الساكنه ديال كريان رحمنا، ولاد كريان رحمنا، هما الاولين ديالهم. ولاد ابناء كريان رحمنا اللي كانوا ايضا عندهم يد في انتاج هذا الفيلم وخروجه الى الوجود، يتفضلوا معنا في المنصه وكيف قال السي سعيد النصيري هم الابطال الحقيقيون ديال هذا الفيلم. تفضلوا معنا مشكورين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الشباب تبارك الله عليهم. الشباب كلهم مواهب تبارك الله عليهم، تيديروا المسرح، والفضل في التكوين ديالهم المسرحي يعود الى صاحب الجلاله الله ينصرو، اللي دار اكثر من 25 مركز للتكوين في سيدي مومن، وتكونوا في شباب، وعيطنا لهم على اساس انهم باش يكونوا معنا. فهادو هما الابطال الحقيقيين ماشي احنا، لانهم هما اللي تيعانيوا، هما اللي ساكنين في ظروف صعبه، اماكن هشه، ولكن رغم ذلك يصارعون، تيدرسوا تيقراو. ما ناخذوش ديك الفكره على الناس اللي عايشين في اماكن هشه ولا اولاد الفقراء ولا ما عندهمش، انك نشوفوا فيهم دائما غير اللي كيشم او اللي كياكل. بالعكس، هادو شباب اللي كيحاربوا هذا الشيء كله، رياضيين تيقراو، عندهم تكوين، فيهم دكاتره، فيهم دي دبلومي، فيهم نعم، وعلى راسهم هو المليانين عجيب. المليانين عجيب صراحه، كانت متعه معهم. والان غادي نعيط على الاصدقاء ديالي وخوتي اللي شاركوا معايا في هذا العمل، وعلى راسهم هو واحد السيد اللي ثق فيا وحط رزقه معايا، اللي هو بوشتا ابراهيمي في الانتاج. بوشتا الابراهيمي اللي هو رئيس لجنه او رئيس المنتجين، يعني غرفه المنتجين المغاربه، وفي نفس الوقت عضو في السي سي ام، يعني في المركز السينمائي. بوشتا ابراهيمي الغني عن كل تعريف، تصفيقات على الاستاذ بوشتا الابراهيمي. بوشتا الابراهيمي تبارك الله عليك، ديما كيستغل الفرصه ويبوسني، ما عرفتش علاش. فين ما كنقدمو كيجي يبوسني. تبارك الله عليك. وواحد النجم جميل جدا اكتشفته انا شخصيا، كنعرفو بيان سور، نجم سيليبريتي كونيو ماروك تبارك الله عليه، لي تري فور، ولكن ملي خدم معايا لاول مره عاد عرفتو اكثر، عاد عرفت القلب الكبير ديالو، انه ولد الناس وظريف ودرويش، وكان عزيز عليه تخسر الهضره، ولكن معايا احتراما اللي ما عمرو خسر الهضره. بغيت لكم تصفقوا لي على رفيق بوكان. الفنان المغربي الكوميدي، هو صراحه مبدع في جميع الادوار. رفيق بوكان تحت التصفيقات ديالكم بطبيعه الحال. تفضل سي رفيق. كيحشم مني. تبارك الله عليك. الحمد لله حنا البوسان هو اللي كاين في هذا الشيء، الفلوس ما كاينينش الحمد لله. كذلك غادي نعيط على واحد السيده اللي كانت هي بطله الفيلم معايا، لان الفيلم كله سيدا فيلم كورال، وكلنا ابطال فيه، ما كاينش بطل ولا هذا ولا هذا احسن ولا، بالعكس كلنا تعاوننا من الصغير حتى الكبير. واحد الفنانه لطيفه جدا وعظيمه جدا واحبها كثيرا، وتا هي اكتشفتها من خلال مسلسل البوي، لانها شاركت معي كضيفه الشرف، ومن بعد من عيطت لها الفيلم، قرات السيناريو، قالت لي انا معك. وهذا هو الدعم الحقيقي ديالي، اللي هي الهام وعزيز. الهام وعزيز النجمه المغربيه التي اتقنت مجموعه من الادوار الدراميه والكوميديه ايضا، لا سواء في التلفزيون ولا سواء على مستوى السينما. الهام وعزيز معنا هذه الليله، وهي احدى بطلات الفيلم السينمائي نيضة.
الهام وحده. تبارك الله عليك يا الهام، انت ما تبوسينيش. شو الزهر ديالي عباد وانا يقول. تبارك الله عليك يا الهام، الله يحفظك ومرحبا ببنيتك معنا، تنحبوها وتنموتوا عليها في ليلة لابا. تبارك الله عليك. معنا كذلك غادي نمشي في السرد ديالي. معنا واحد من الاصدقاء ديالي القدام، هو بحال ولدي ورغم انه قدي قدو تقريبا في السن، ولكن ولدي كنعتبره ولدي ودائما حاضر معايا في الاعمال رغم اشغاله كثيره. هو الان اعلامي معروف الحمد لله في الراديو، معروف في سميتو، ورجل دوله تبارك الله عليه وحبيب وصديق ديالي اللي هو عبد الكبير حزيران. عبد الكبير حزيران الاعلامي المغربي والممثل بلاد البلاد، صوت اصوات. نعم، راديو اصوات. الصوت ديالو بوحدو فيه اصوات. كيزعزع. هو بعد هذا ما يريحش، لو كان ما خدمش يدير بالراحه يمشي مزيان. عبد الكبير حزيران بوز انت. خليو على البنات يبوزوا. كذلك غادي نعيط على شكون اللي غادي نعيط دابا، لان كلهم تقريبا في مستوى. راه ملي كنقول واحد ماشي زعما هذا احسن من هذا، راه كلشي في مستوى واحد. فغادي نعيط على واحد الفنان ما كاينش معنا ولكن للاسف انه كيشتغل، اللي هو عبد الحق بن المجاهد، والان راه في تارودات، فنان عظيم جدا واحبه وقدره. كذلك ركاكنا واحد المجموعه ديال الفنانين ما حضروش معنا اليوم، لكن غادي يبدا معنا امين بن جلول من الشباب ومن خيره الشباب. جميل امين بن جلول ايضا ان بو غارسون تبارك الله عليه، من نجوم هذا العمل. كمكوار صديق، مكوار صديق، مكوار صديق اللي تا هو من اصدقائي القدام، احباب ديالي. فين هو مكوار؟ فوالا جناح سامي الكوميدي الذي اسعد كل الاطفال ديالنا. جناح سامي بطبيعه الحال اللي هو منشط ايضا. نهيله بلاتي محسن الناس راه قبيله ما كنصفقوا عليه، بلاتي شويه راه سبقناه هو الفوديتاريا. محسن له تقديم خاص. محسن كنعتبره ولدي لانه احبه كثيرا ويحبني كثيرا. شاب من الشباب اللي غيكونوا ان شاء الله عندهم مستقبل في السينما وفي التلفزيون وحتى في الغناء. تبارك الله عليه. محسن نشيط، تفضل ديما ناشط. هو محسن نشيط اللي شفناه ايضا في تقديم هذه الليله من خلال اغنيتين. جميله عبد الخالق من الفنانات تبارك الله اللي خيرة الشباب. لا ما تجلس الاعلامي والشاعر الكبير المتنبي ديال الرباط ياقوتي رشيد. كذلك معنا واحد السيد اللي كنقول لكم معرفه ديال 50 سنه او لا اكثر، صديق ديالي، كبرت انا وياه وحنا صغار، عشنا في نفس الدار تقريبا، عاش في دارنا وعاش في دارهم. والدينا الله يرحمهم كانوا كيبغوا بعضياتهم، تعرفوا بعضياتهم، قاد الحب متبادل بيناتنا وحتى مع وليداتنا الله يحفظه، اللي هو دائما في الباب، في الدار، داخل، في الكوليس، تمثيل، في كل شيء، ما كاينش بحالو، في الطياره، في الهرم. تبارك الله. عبد الله اعراج هو مدير كاسينغ فيلم نايضه، بطبيعه الحال واحد من القامات الصحفيه ديالنا لاله زهور. تفضلي زغا بلاتي هذوك بوحدهم. وزير الداخليه هو الاخر ادى الدور ديال الفتيت بواحد يعني تبارك الله عليه وصافي. السي عمر وادي صديق ديالنا سبونسور اون ميم طون وممثل تبارك الله عليه. كانت الظروف العمليه ديالو ما كتخليهش يدير التمثيل، لكن من بعد ملي فتحات الحمد لله الامور جا وخدم معايا. وكاين واحد صاحبي اللي هو الشيخ ديالي اللي علمني التبوريده وعلمني نركب على العود وعلمني نهز المكحله والتبورد. صديق ديال الطفوله ديالي واللي درس معايا في الخارج في الولايات المتحده، دخلنا بجوج خدمنا بجوج وباقيين صحاب منذ زمن. هادو هما الاصدقاء الخارج اللي هو فؤاد زغلول. يلا زغلنا فؤاد زغلول. كذلك قولوا لي فكروني الممثلين معاه. تفضلوا الناس اللي خدموا معايا وزراء. سي عبد الله الحجار الفنان ديالنا، لان كاين بزاف. وعاد الممثل لا التقنيين بلاتي نعطوا على الممثلين هما الاولين. يوسكانين. محمد ياسين تفضل ياسين. محمد اولاد ايضا كلشي الاخوان. اسمحوا لي راه السميات
سي محمد اولاد سفيان معنا. خازن معنا. تفضلوا معنا الوليدات كاع اللي كانوا شاركوا معنا. ولاد ويلي ويلي ويلي. ضيف الشرف الفيلم العظيم الذي استحيا ان يمثل دورا. استحيا قال لي شوف انا الدور درته محبه فيك ولانني حبيت الدور، ولكن استحي انني نبان الناس في هذا الدور. فقلت له انت راك ممثل والممثل تيأدي ادوار كلها. كان رائع في هذا الدور. غادي تشوفوه كان ضيف الشرف ديالنا اللي هو اولاد برادي. كاين برادي احد الرواد ديال المسرح المغربي والفن المغربي، ما عرفتوش واش جا ولا ما جا شيء. يعني كاع الاخوان اللي جاو يجيو مرحبا بهم يكونوا معنا. البنيتات اللي كانوا اللي لعبت بنتي وولدي كاع الممثلين اللي كانوا. سي بونار احد الملحنين والمطربين الكبار حضر معنا ضيف شرف. تفضل معنا تفضل معنا. الله يخليكم الاخوان كلهم. الممثلين اللي هما كانوا مشاركين. مصطفى الربادي يتفضلوا معنا. مصطفى ولد خالتي فينا هو مصطفى الربادي. والان غادي ندوزو اذا كلهم جاو كاع الاخوان. تبارك الله شوف هادشي راه كلشي تخلص تبارك الله. كنقول فلوسي فين مشاو ومخازن هادشي على مرتي. دابا غتقول لي انت هادشي كاع درتيه مشيت فيها. شكون؟ السؤال تبارك انا الاسماء ما عقلتش، ما عرفتش شكون اللي حاضر شكون اللي ما حضر شيء. المهم اللي حاضرين كلهم. الان غادي ندوزو للتقليل اللي لولاهم لما كان هذا الفيلم، اللي لولاهم لما ظهرنا على هذه الشاشه وعلى راسهم مدير التصوير اللي هو اشرف الابراهيمي اللي هو ولد بوشتا. اشرف الابراهيمي شرف. مدير تصوير الفيلم السينمائي نيضه. يتفضل معنا. كذلك معنا اللي قام على الموسيقى واللي عطى واحد الصوره جميله موسيقيه ردنا للصوره اللي هو سعيد بنتيخه. سعيد بنتيخه. سعيد بنتيخه وقيل مشى للسالسيس. لا كاين سعيد بنتيخه. فينا هو سعيد بنتيخه؟ سعيد فينا هو؟ كان حدانا كان جالس حدانا ما عرفتش. سعيد بنتيخه يمكن خرج مشى للقاعه الاخرى. اذا عندنا واحد اللي قام يعني بدور كبير جدا. عام هو مبهدلني، عام وانا تابعه باش، ولكن ما بغاش يطلق الفيلم. قال لي حتى نقيه مزيان حتى يكون يعني في المستوى اللي انا باغي. يعني الشاب تبارك الله عليه عرفتو من جاب اول ما جا عندي المكتب كانت عنده 16 عام وكان يحب توظيف الافلام والمونتاج وعدد كبير من الاشياء، وكان عنده لي زيفي سبيسيو تبارك الله عليه والخدع السينمائيه. من مشى لقطر وكون راسو اصبح من احسن الناس اللي تيديروا شارك في افلام اللي هي امريكيه، واللي كيدير دائما لي زيفي سبيسيو الافلام ديالي، واللي قام على لي زيفي سبيسيو كلهم. كذلك عطى الفيلم واحد النكهه اللي غتفرجوا فيه غادي يبان لكم لا شفتوا غير لافيش مديوره بالطريقه اللي هي قديمه، يعني السينما الكلاسيكي اللي كنا كنعرفوا. والفيلم غادي تشوفوه كانكم تتفرجوا في 35 ملم اللي هو ال 35 بحال كتفرجوا في السينتا، لان عطى واحد لاطخام، عطى واحد وخدا وقته الكافي. ونحن كنغليو باغيين نخرجوا الفيلم وهو تيقول لنا ديروا اللي بغيتوا، ضربوني عايروني، انا راه ما يمكنش نطلق الفيلم حتى نكون مهتم به. عصام بن حالي فين هو؟ عصام بن حالي. تفضلوا السي عصام تبارك الله كثار هما. وسي سعيد انا كنسولك كنقول لك فين هو الفيلم كتقول لي راه باقي عند عصام بن حالي. عصام بن حالي قتل لي عصام. شكون اللي باقي الاخوان؟ شكون اللي ما قدروا؟ كذلك من ضمن الممثلين اللي معنا وما قدراوش التقنيين اللي هو المريني محمد اللي هو دابا كيقوم بالتصوير، ما بغاش هذا خدام حتى هو. انا اللي عجبني هو ان الدراري عندنا ماشي خدام، حتى هاد الوليدات دابا ديال الكريم رحمنا كانوا كلهم يعني خدامين، يعني كتلقى تيهز هذا ويجبد الخيوط يعني كلشي خدام، وهذا الشيء تيفرح. والفنانه الكبيره شكون انت؟ غيتا برانسيس. راه عندي انا واحد لا برانسيس سميتها صوفيا، راه حتى هي لا برانسيس صوفيا، راه شفتيها؟ وانت مثلتي معنا؟ واجبها عندك اختي. برافو بيتا. أولنا التقنيين كلهم الله يخليكم اللي طلعوا، لان ما عرفت شكون اللي جا فيهم، لا من الشاف ديال، لانهم اغلبيتهم خدامين في افلام وفي منتجات، فانت اللي كتعرفوا اشرف فاجئ الاسماء ديالهم. معطينا التقنيين انت الشاف ديالو.